النهاردة هنعمل مع بعض تحلية جديدة مختلفة، طعمها حلو وكمان شكلها حلو جدا. تحلية كده سهلة سريعة اقتصادية جدا، طعمها مختلف عن أي تحلية دوتيها قبل كده. قبل ما نبدأ أي كلام ونشوف وصفتنا ايه، صلوا على حضرة النبي عدنان. لو لسه ما اشتركتش في قناتي اشتركي واعملي لي لايك وسيبي لي كومنت يفرحني. أنا قناتي أفكار ميرو، هتعجبكم جدا قناتي. يلا بينا نسمي الله ونشوف وصفتنا النهاردة ايه. اول حاجه كده يا حبايبي، معايا معلقه كبيره من السمنه البلدي وضفت عليها كيس لسان العصفور، وهبدا اقلب كده لسان العصفور لغايه لما يبقى لونه جولد كده خفيف او ذهبي خفيف، ما تغمقوهوش عشان لو لسان العصفور لونه غامق معانا او اللون بقي غامق قوي هيغير لك طعم الوصفه، وكمان هيديكي مراره في الوصفه بتاعتنا النهارده. اللون ده مناسب جدا. هبدا هنا على طول اضيف كوبايتين من الميه السخنه. ما ينفعش خالص ان احنا نضيف لبن في الوقت ده مكان الميه السخنه، احنا هنضيف الميه السخنه اول كده يا حبايبي. من الميه السخنه تبدا تغلي. الخطوات اللي جايه هتعجبكم جدا، خطوات سهله وبسيطه، اقل من 10 دقايق هتكوني مجهزه احلى وصفه. مكان كده السحلب، مكان حاجه سخنه تعمليها بالليل لاولادك، مفيش اجمل ولا اسهل من كده. بس انا هنا احط كده ذره من الملح بس عشان اعادل طعم التحليه اللي هنعملها مع بعض النهارده. ذره بسيطه كده، اقل من ربع معلقه، واقلب واغطيها واسيبها 5 دقايق مش اكتر. بعد ال5 دقايق على طول هنرجع نشوف لسان العصفور بتاعنا عمل ايه. شايفين بالشكل ده ما شاء الله تبارك الرحمن، ما خدش معايا وقت خالص، وكان شرب الميه اللي فيه وكمان استوى خالص. ما ضفناش اي حاجه خالص، كل اللي عملناه احنا حمرنا لسان العصفور وبعد كده ضفنا عليه ذره من الملح. هنا حبايبي معايا نص كوبايه من السكر، والتحليه دي حسب الرغبه، لو حابه تحليها بالعسل هينفع جدا. هنا يا حبايبي حطيت السكر ودوبته كويس كده في لسان العصفور، وبعد كده هنبدأ نضيف مع بعض اللبن. كمية اللبن حسب الرغبة، بس أنا هنا ضفت تقريبا 3 كوبايات كبار من اللبن. اللبن عندي هنا دافي ولا بارد ولا سخن، ضفته كده على لسان العصفور وهبدأ أقلب. وبعد كده هنبدأ نضيف الإضافات بتاعتنا القمر. بصوا ما شاء الله اللبن بخيره ازاي، وكمان احنا حاطين سمنة بلدي في التحمير بتاع لسان العصفور. بعد كده يا حبايبي عندي قشطه، هحط معلقه كبيره مليانه بس مش هكتر قوي، علشان انا مستخدمه لبن بقري ما شاء الله كامل الدسم، وكمان مستخدمه سمنه بلدي. حطيت كده معلقه القشطه، والريحه هنا يا جماعه كانت جميله جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. وبعد كده هضيف ورقتين من الفانيليا، ما يعادل معلقه كبيره من الفانيليا يا حبايبي. ممكن كمان تحطي فانيليا سايله بس ما تكتريش عشان ما تغيريش الطعم. هنا حطينا كده الفانيليا وحطينا قشطه وحطينا سكر وكمان لبن، وكمان ما تنسيش ذرة الملح اللي هتعادل الطعم اللي حطيناها في أول ما ضفنا المية على لسان العصفور. وهنا بقى هنحط الخطوة اللي هتودي لسان العصفور مكان تاني خالص، هتغير طعمه وكمان هتخلي ريحته جميلة جدا. هنضيف معلقتين من كريم شانتيه بطعم الفانيليا. مفيش أجمل ولا أحلى من كده تحلية جميلة جدا يا حبايبي، لذيذة ريحتها جميلة جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. كل اللي انا هعمله اسيب كل الخطوات اللي معايا دي تغلي غلوه واحده بس. هو لسان العصفور استوى بس اللبن يسخن معايا زي ما انتم شايفين. ما شاء الله كان طعمه رهيب، الريحه كانت جميله. تحليه بسيطه مختلفه طعمها حلو جدا. يعني بدل ما تعملي سحلب كده اعملي حاجه صحيه، وكمان ما شاء الله تبارك الرحمن كميه كبيره ما شاء الله من لسان العصفور اوفر واحسن كتير من السحلب. شايفين الجمال؟ مفيش اجمل ولا اسهل من كده. حطيتها بقى في الكوبايات اللي عندي دي ما شاء الله تبارك الرحمن، تتقدم بارده تتقدم سخنه، في الحالتين هتكون احلى من بعض. هي وسخنه هتكون سوب كده، تكون خفيفه زي الشوربه، وهي وبارده هتكون كده ما شاء الله مديانه قوام سميك شويه. عندي كده للتزيين عندي فول سوداني وجوز هند وكمان زبيب. هرش كده حبايبي جوز الهند في الاول، وبعد كده حبه من الفول السوداني، وبعد كده حبه من الزبيب. انت بقى حطي المكسرات اللي تحبيها وولادك يحبوا طعمها، بس ده اللي كان متواجد عندي ما شاء الله، وكان طعمها جميل جدا. حاجة كده صحية جدا زي ما انتوا شايفين على قد الايد، طعمها حلو وكمان شكلها حلو جدا. غيروا وجددوا، الشتاء طبعا عايز وصفات كده تدفي وكمان تشبع، مفيش اجمل ولا اسهل من كده. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. القمر ده شايفين جمال، شايفين حلوة ازاي؟ مفيش اجمل ولا اسهل من كده. وصفتنا حلوة وسهلة وسريعة وكمان طعمها حلو جدا وشكلها حلو جدا. جربوا الوصفة هتعجبكم جدا. كده اقدر اقول لكم في اخر الكلام صلوا على حضرة النبي عدنان واشتركوا في قناتي لو مش مشتركين، واعملوا لي لايك وسيبوا لي كومنت يفرحني عشان اللايك بيرفع القناة والكومنت بيرفع من معنوياتي. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم والفكرة تكون عجبتكم. كده اقدر اقول لكم في اخر الكلام سلام.